بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواتنا وأحباتنا أهالينا وناسنا وأهل بلدنا وأهل مصر جميعا. أحييكم جميعا بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله النهارده خطر ببالي فكرة فيديو، يعني يمكن يكون أول مرة أتطرق ليه، لكن يعني استوحيته من وحي قصة، يعني من قصة أنا عِشتها بنفسي، يعني أنا عِشتها بنفسي. لإني شُفت النهارده على مواقع التواصل إن واحد بيتكلم يقول حسبنا الله على كل من قعدني في بيتي وما خلّانيش أكمّل شغلي، أو حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي عمل فيّا شيء خلّاني قطع عيشي وكده يعني. أنا يعني من خلال المنشور ده يعني خطرت ببالي فكرة، حتى عملت بوست عن ده مكتوب، لكن قُلت إن أنا لازم إن أنا يعني أعمله بنفسي كفيديو يبقى يعني خالد ل ل ل ليّا ولولادي ولكل اللي يشوف الفيديو ده. أول حاجة يعني لازم إنّك أنت تتدرّب على إدارة أزمات نَفْسك، لازم تتدرّب على إدارة أزمات نَفْسك. إزاي تدير أزمة أنت وقعت فيها، يعني في أزمة أنت وقعت فيها، إزاي أنت تديرها؟ أول حاجة إدارة الأزمات ديّة مش شطارة منّك ولا الكلام ده كلّه، لكن أول شيء تحطّه في دماغك إنّك تعتمد على الله سبحانه وتعالى، اعتمد على الله، يقول يا الله يا مُعين أعني على هذا الأمر. وخُد الطرق اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك بيها، واللي شرع بيها، واللي أمر إن إحنا نسلُك في الأرض ونشوف ممكن نحِل الأزمة دي إزاي، ونبتدي نعمل إيه، نعمل إيه، يعني ناخُد نبدأ درجة، 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 درجة لإدارة الأزمة. يعني أنا شخصيًا في وقت من الأوقات في 2013 تقريبًا بالأخص، يمكن تاريخ لا يُنسى 20/6/2013. تركت عملي بإرادتي، يعني تركت عملي بإرادتي، لكن هو بإرادتي مُرغَم. يعني إيه كلمة بإرادتي مُرغَم؟ بإرادتي مُرغَم إن أنا خلاص ما عدتش قادر أستحمل أكتر من كده استحمال، وعرفت إن يعني قُلت لربنا يا رب أنا عملت استنفذت كل طاقاتي في العمل ده، وفي إقناع يعني مش في إقناع الناس كمان. يا رب أنت عارف إن أنا بيني وبينك إيه، فأنا خلاص يا رب أنا ما عدتش هاسمح لنفسي أعيش بالشكل ده. ففعلًا كان لمّا التجأت لربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى ربط على قلبي فعلًا، والموضوع إنّك أنت تترك عمل بعد 20 سَنة شغل فيه وإخلاص وتفاني، أفنيت يعني دخلت فيه عمري كان 26 سَنة. طلعت وأنا عندي 46 سَنة، يعني حتى في الشغل اللي برّه تاني ما عادش ينفع، واخد بالك؟ لكن يعني كان بيجمعني بال ب ب ب بالناس، وكان عندي حُب للناس، وكان عندي حُب للشغل والأرض نفسها. أنا باحب ولذلك أنا باحب الخُضرة، وباصوّر في أماكن خُضرة يعني. و وباحس إن الأرض بتكلمني والزرع بيكلمني، لإن أصلًا يعني الزرع ده فيه قدرة غريبة وقدرة عجيبة لا يعلمها إلا كل مفكر في آيات ربنا في الكون. فعشان كده بنقول له يا عم أنت لو جات لك أزمة، الأول هنعرض نقول إيه، نقول بعض يا جماعة كتير جدًا من الناس بيحاولوا يسوّئوا سمعة زمايلهم في العمل عند المدير، من الآخر يعني عصافير. أنت فكرك يعني أنت لو اشتغلت عصفورة وقُلت بالكدب، الراجل اللي أنت قُلت عليه بالكدب أو بالصدق ده ما ليش حاجة عند ربنا، لأ، هتقف وهتتحاسب عند ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده يعني إحنا كلنا المفروض كمسلمين، أنا كرئيس أو صاحب عمل، المفروض إن أنا أتحرى الدقة الدقيقة، بحيث إن أنا معلش في الكلام، حتى لو قال لي ماشي خلّيه إن بيقول لي من صالح العمل إن فلان ده بيعمل كذا وكذا 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 وكذا. لازم إن أنا يعني أدقق في الأمر تدقيق عالي.
عشان ما اظلمش حد، واجف انا كمسؤول عن عمل او كرئيس عمل، اجف بين ايد ربنا على موظف صغير كان عندي انا ظلمته. دي حاجه. الحاجه التانيه الحاجه التانيه الجماعه العصافير اللي دايما ما لهمش شغلانه غير انهم يوسخوا سمعه الناس ويقطعوا عيش الناس. وممكن الراجل اللي انت بتوسخ سمعته ده هو اللي جايبك في الشغل. يعني انا شخصيا يعني الكلام ده حصل معايا. كنت تحب الواحد من دول وتكبره وتجيبه من ورا الجاموسه زي ما بيقولوا، وتكبره وتقعده على مكتب، وفي الاخر يعمل لك بروباجندا وفيلم ملوش لازمه يعني. وفي الاخر ايه اللي بيدني هو نفسه بيدوق من نفس الكاس. يا جماعة ما تظلموش الناس، ما تقطعوش عيش الناس. أنت راجل خايف على العمل، وخايف على فلوس الناس، وخايف لو أنت شُفت زميلك في العمل بيخطئ، بيسرق، تعالَ انصحه يا عم. هو أنا باقول لك ما تنصحوش، انصحه قُل له حرام وحلال، مش هوب يا فندم فلان بيعمل كذا، 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 هوب يروح هو إيه يجرّبك منه. ليه بقى؟ لإنه عنده مشكلة في ودنه. عنده مشكلة في ودنه. في واحد عنده مشكلة في عينه، وفي واحد عنده مشكلة في ودنه، وفي واحد عنده مشكلة في في حاجة تانية مش هنقول عليها يعني. المهم مشكلة مشكلتك أنت لمّا تكون بتسمع لكل كبير. يا عم اسمع، لكن فرزن الأمر ما يغيّركش. لكن هو فعلًا الكلام زي السحر. اللي صدق الكلام فعلًا زي السحر. صدق اللي يقول الظن على الودان أشد من السحر. ما هو بيودود له زي نظام الشيطان. ما هو لذلك قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلى نهاية السورة من الجنة والناس. يعني في شياطين إنس وشياطين جن. ليه نقطّع على أرزاق بعضنا؟ ليه نقطّع على أرزاق بعضنا؟ والله، 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 والله كان الحمد لله رب العالمين تعرّضت أنا لموقف مثل ده. لكني بصراحة يعني لمّا لقيت الموضوع احتحتّم نهائي خلاص، ما عدتش هاعرف أعالجه، وما عدتش عارف أتأقلم مع الناس، وهاحس إن أنا هاكون لوحدي. أنا كان ممكن أستمر وأفرض نفسي. لكن أفرض نفسي على إيه؟ أفرض نفسي ما فيش أكل عيش بالعافية. ما فيش أكل عيش بالعافية. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق مش حد تاني. عشان نكونوا عارفين. فيبقى أنت هوب يبقى خلاص خدت قرار، خُده ما تقلقش. خُده ولو ما عندكش في بيتك قوت يومك، ما تقلقش. لكن اطلب من ربنا سبحانه وتعالى إنه ويثبّتك من جوّه إن أمرك بإيده، مش بإيد حد تاني. بصراحة يعني الموضوع ده يمكن منتشر كتير جدًا، جدًا، جدًا في جميع في الأعمال على مختلف أشكالها. يعني هتلاقي عند رئيس الجمهورية هتلاقي ناس عمّالة تضرب في الوزير مش عارف مين. وهتلاقي تنزل تحت هتلاقي حتى الفلاح وهو بيعزك بالفاس عند واحد بيورّي صاحب الشغل إن هو أحسن منه، مع العلم إن هو أصلًا بياخد خبطة من هنا ويجيب خبطة من متر. ودوكا حضرته حاطط ودنه بيسموها ودن مش مشكلة يعني التفسير أكيد وصلت يعني والمعنى في بطن الشعر. حتى كمان يعني كمان في بعض لمّا تيجي تاخد واحد صاحبك على في حتة معيّنة وتعرّفه وتقول له وتعمل له ده صاحبك. أنت عامل في دماغك إنه صاحبك، كويس كده؟ وفجأة هوب هو يضرب فيك. طب عشان إيه؟ عشان ياخد مكانك. هو شايف إن مكانك ده مكان جامد بالنسبة له. بالعكس والله العظيم، والله العظيم لا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها. يعني لا يكلّف الله نفسًا إلا ما آتاها. وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يا جماعة أيقنوا بالله إن الرزق بيد ربنا. لو شُفت واحد في خير سواء في عمل سيبه يا أخي، ما تسيبه. هو لو وِحِش ربنا سبحانه وتعالى هيكشفه ويطلّعه و ال 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 مهما كان هيكشفه. أنت ليه تكشف ستر الناس؟ ليه تكشف ستر الناس؟ أنا مش عارف. هو أنت يعني سبحان الله عايز تنصح أنا ما عنديش مانع. عايز تقول حرام وحلال أنا ما عنديش مانع. لكن تقول له حرام وحلال فين؟ حرام وحلال بينك وبينه. عشان كده والله ارتدع، ما ارتدعش يبقى معلش بالمحسوس ليه هو برضه. مش تروح تقطع عيشه وعيش أولاده.
أنت فكرك إن الموضوع ده سهل عند ربنا؟ أبدًا، أبدًا. ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله وربنا سبحانه وتعالى يعني أنا شخصيًا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين ما أتمناش إن يعني أنا شوف مع الرغم إن كنت زعلان على المكان وعلى الناس وكنت باحب الناس والحكاية، لكن أنا شخصيًا حاليًا دلوقتي والله ما أتمنى إن أرجع المكان ده تاني. ليه؟ لإن أنا اتأكدت إن اختيار ربنا كان هو الأصلح ليّا. يبقى يا حبيبي عليك إن يبقى نطلع بالفيديو ده بكام شيء، الشيء الأولاني يا عصافير العمل ما لكوش دعوة بزمايلكم، سيبوا الناس تاكل عيش، سيبوا الناس تاكل عيش، يا مديرين، يا أصحاب الأعمال ما تسمعوش لودانكم، من قال لك قال عليك، ومتأكد أنا من الكلام ده، من قال لك قال عليك. فحُط الأمور كلّها في نصابها، دير أعمالك ب ب ب ب بما يرضي الله ورسوله، اعرض الأمر على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما تاخدش قرار أهوج تظلم فيه راجل وييجي في الآخر هو مهما كنت أنت غني، هتيجي قدّام ربنا سبحانه وتعالى وهياخد حقّه منّك. إحنا مش حِمل إن إحنا نقف قدّام ربنا سبحانه وتعالى ويغضب علينا يا أحبابنا الكرام. أخوتي وأحباتي في الله، كان معكم سيد جطوش من أبو غالب، شكرًا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.